ولدت في بيت نصراني ونشأت على تعاليم الكنيسة. كانت من الطبقة الراقية، تلقت تعليما دينيا جيدا، وكانت قريبة من رجال الكنيسة. في إحدى الغزوات التي قادها الأمير أورهان تم أسرها في سوغوت. عاملها أورهان بكرامة واحترام بالغين، وهذا أول ما زعزع صورتها عن المسلمين. أقامت في كنف قبيلة القاي وشاهدت عدالة المسلمين. لفت نظرها تعاليم الإسلام في الرحمة والعدل والتكافل. بدأت تتساءل: كيف يكون أعداؤنا بهذه الأخلاق؟ لم يجبرها أورهان على الإسلام ولم يكرهها على الزواج. تحدث معها عن الإسلام بلغة العقل، وبين لها معاني التوحيد والنبوة والقرآن، فبدأت تشعر بالطمأنينة تجاه هذا الدين. رغم كل ما رأته، ظلت تصارع بداخلها خوفاً من الخيانة لدينها وأهلها، وشعرت أنها إن أسلمت فقد خانت جذورها. لكنها كانت في كل يوم ترى في الإسلام ما يجعل قلبها يلين، حتى أصبحت دموعها تسيل كلما سمعت القرآن يتلى. في بعض الروايات يقال إنها رأت في المنام صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكرام، وهم يمدون لها يدهم ويأخذونها نحو نور ساطع، فاستيقظت بقلب ممتلئ بالإيمان. وفي روايات أخرى يقال إنها تأثرت بموقف إنساني داخل القبيلة، حين رأت امرأة مسلمة تتصدق بما لا تملك على يتيم غير مسلم، فبكت وقالت: هذا الدين لا يمكن أن يكون باطلاً. في النهاية نطقت بالشهادتين وأعلنت إسلامها أمام الجميع، وأطلق عليها اسم نيلوفر خاتون. تزوجها أورهان زواجاً شرعياً إسلامياً، وأصبحت أول أميرة بيزنطية تسلم وتدخل في بيت الحكم العثماني، وأنجبت منه الأمير سليمان باشا الذي صار ولي العهد.